اهلا بكم في الملكي مع مينا. الجوله ال 16 من دوري نايل جوله مهمه جدا جدا. عندنا النادي الاهلي هيلعب مع حرس الحدود، واعتقد ان في اللقاء ده هتحصل مفاجاه كبيره بان حرس الحدود على الاقل هيتعادل مع النادي الاهلي. انا من وجهه نظري ان اللعب الساعه 4 الظهر، اللقاء في اسكندريه. كمان نادي حرس الحدود بيلعب بخطه 5-4-1 ودايما بيعمل بلوك منخفض عند منطقه الجزاء. الطريقه دي بالذات بتضايق النادي الاهلي. اعتقد ان حرس الحدود هيقدر يعمل نتيجه كويسه قدام النادي الاهلي، وخصوصا ان حرس الحدود حاليا في المركز السادس، فهو بيقاتل على كل نقطه علشان يضمن انه يكون من التسعه الاوائل. نيجي للقاء الثاني وهو لقاء بيراميدز مع الاتحاد السكندري في المركز ال 12، واعتقد ان بيراميدز هيفوز اللقاء ده. اللقاء اللي يخصنا احنا كمشجعي نادي الزمالك، لقاء نادي الزمالك مع زد في المركز التاسع، فبرضه هيعمل لقاء قوي جدا مع نادي الزمالك، وهيحاول يقاتل على كل نقطه وكل لعبه في اللقاء. ولكن اعتقد ان نادي الزمالك هيفوز نادي زد. وعملت لحضراتكم حلقه مفصله على نقاط القوه والضعف عند نادي زد وطريقه اللعب، وكمان طريقه اللعب المتوقعه لنادي الزمالك. ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير والسبسكرايب، وهسيب لكم لينك الفيديو في اول تعليق. دمتم ملوك.